السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ازيكم؟ عاملين ايه؟ النهاردة فيديو جديد حلو قوي قوي. هنرتب بقى مع بعض مشتريات التلاجة من الخضار بقى، ولو تلاجتك بقى صغيرة كده زي حالاتي هتعملي ايه. وهنعمل كده صنف غدا خفيف وموفر، وكمان هنعمل ترتيبات كده بسيطة كده وحاجات حلوة. الفيديو ان شاء الله يعجبك ويفيدك، تابعي معايا الفيديو ان شاء الله تستفيدي منه. وحطي لي بقى لايك للفيديو لو اول مرة بتشوفيني. انا امل ودي قناتي الصغنونة، اتمنى تشتركي فيها علشان عيلتنا تكبر ونبقى كلنا كده ستات وبنات وامارات كده مع بعض. النهاردة بقى كان عندي دي في التلاجة زي ما بقول لكم. وما كانش عندي بقى خضار خالص ولا عندي اي حاجة، كنت مستخدمة كل الحاجات اللي عندي علشان عارفة نفسي يعني ايه هغسل التلاجة او هنضفها. وعايزة بقى اجيب حاجات يعني صبحة. كنت جايبة بتنجان رومي اللي هو بتاع المسقعة دوت، وفلفل وبتنجان عروس وليمون وخيار وطماطم وبطاطس. شوية الحاجات الأساسية اللي هي بتبقى لازم تبقى في التلاجة دي عندك في أي بيت يعني. البطاطس كانت ب10 يا جماعة، رخصت الحمد لله. يعني كانت وصلت 25 جنيه، بس الحمد لله رخصت اهي عشان البطاطس الجديدة طلعت. بصوا بقى. والطماطم برضك حلوة. تقريبا ب10 او كيلو ونص ب10، حاجة زي كده. بصوا بقى، المنظم القمر ده الجميل ده كنت جايبة برضو شوية مشتريات اللي هي البيكنج باودر والفانيليا والخميرة، الحاجات اللي هي برضو بنحتاجها قوي. ده كيس صلصة كده بحتاجه لو بعمل معجنات او حاجة. والتتبيلة اللي هي بتاعت البطاطس بتاعت كنور دي كانت عندي. وبصراحة مش لاقيه لها بديل غير اللي هو بتاعت ويلز السايبة دي، بس ما جربتهاش لسه، هجربها. هي تقريبا شركة كنور مقاطعة، بس ان شاء الله يعني ايه ابدلها يعني بحاجة تانية بإذن الله، ما اشتريهاش تاني. بصوا بقى، المنظم القمر ده حلو قوي. هو مقسم كده بالطول، وزي ما انتم شايفين تقسيمته كده، بحبه قوي استخدمه في رص الحاجات كده، بيساعدني جدا. وباجي مثلا عايزة كيس خميرة عايزة بيكنج باودر، عايزة اجيب اي حاجة يعني من الحشوات ديت. ببص الاقي الحاجة قدامي بسهولة جدا، وبينظم لي الدرج قوي، احلى ما تكوني رامية الاكياس دي كلها على بعضها. انا كنت حاطه بقيه الحاجات ديت في كيس كده لما كنت بنضف التربوهات معاكم الفيديو اللي فات. بصوا الجنب ده كده بحط فيه البسكوتات بتاعه الفطار بتاعتي يعني، وبتاعه الولاد، بتبقى حلوه قوي. وكمان بينظم لي الدرج قوي قوي وبيبقى حلو جدا. بصوا البرطمان ده انا كنت عامله لي الماجي، بس بما اني بطلت اجيبها شويه يعني ما بجيبهاش كتير، وان شاء الله ما اجيبهاش خالص. بصوا بقى التنظيم كده في الدرج بقى شكله حلو قوي، ورصيت كده كل الحاجات اللي هي ايه خاصه ببعضها. تعالوا بقى نفضي التلاجة، مش قادره اوصف لكم كانت حالتها عامله ازاي. مهرجان بقى جوه التلاجة. آه، يعني كل ما اخد كيس حاجه اروح ربطاه ورمياه، مش عارف علبه ايه، مش عارف بتوع التلج. العيش طبعا مبهدل الدنيا خالص. لو مثلا عندك امكانيه ان تلاجتك واسعه او عندك ديب فريزر وعندك امكانيه انتي ما تحطيش العيش بالشكل ده كده، لا ما تحطيهوش. انا مش بحطه بالشكل ده بصراحه، بس عشان الايام اللي فاتت انا او الفتره اللي فاتت عامه انا على طول ببقى مستعجله، وعلى طول الدنيا من حواليا بتبقى يعني مستعجله شويه عشان ولادي وكده، فبحط بسرعه. هوريكم بقى النظام اللي هعمله. الاول فضيت برضو التلاجة من تحت. انا تلاجتي من الطراز القديم شويه، بس جميله يعني بحبها قوي. كان في بقى زي ما بقول لكم رده وعصير مدلوق طبعا من بنتي وكذا حاجه كده مبهدله الدنيا. فقلت ايه هنضف التلاجة كده على الناشف، الم كل اي حاجه واقعه فيها. بصوا مكان العصير ومكان الحاجات مبقعه كده شويه. هلم بقى كل الفتافيت ديت بفوطة كده تكون مبلولة خفيف، وابتدي بعد كده انضف. انا الاول يا جماعة كنت بغسل التلاجة دي بالخرطوم، يعني حرفيا كنت بمسك كده امسكها كلها ادعكها بالليفة والصابون، واروح شطفها بالخرطوم. وده طبعا كان غلط وخطر، بوظلي التلاجة في وقت من الاوقات. آم، فده غلط، بطلت اعمل كده بقالي كتير بصراحة. وهي اصلا ما بتبقاش مستاهلة اني بنضفها باستمرار، فما بتبقاش مستاهلة ان انا اعمل كل اللي كنت بعمله ده. بقيت بنضفها ازاي؟ يا اما بالليفة والصابون على الناشف كده ما برغيش قوي، يا اما لو في حتة متسخة قوي برضو بالليفة والصابون، يا اما بالبخاخ كده. زي ما انتوا شايفين كده بمسك البخاخ ده فيه كلوروكس اللي هو الابيض.
مش الالوان، كلوروكس الابيض. وبنضف كده زي ما انتوا شايفين بالشكل ده. هسيب بقى التلاجة عندي شوية كده بعد ما بختها كده بالكلوروكس زي ما قلتلكم، وهمسك بقى الارفف ديت كنت شايلاها، كانت برضو فيها حاجات كده واقعة ومش نظيفة، همسكها بقى بالليفة والصابون كده، اعملها تحت المية الجارية كده عشان تبقى نظيفة كده معايا، واسيبها تتصفى وبعد كده ارجع للتلاجة تاني. بصوا يا جماعة، انا مبدئي يعني معرفش ده صح ولا ايه، بس مبدئي ان انا انضف حاجة واحدة بس في اليوم، بس اعملها على اكمل وجه، واعملها تنظيف عميق كده، وامسكها اخليها كده فلة بتبرق يعني قشطة، غير لما امسك المكان كله او المطبخ كله في يوم واحد واعمله. معرفش ده صح ولا لا، بس هي ظروفي الجديدة حكمت عليا بكده. وفي نفس الوقت انا ده مبدئي من زمان بصراحة، حتى لما كنت ببقى تعبانة او عندي مذاكرة، امتحانات، مشوار، اي حاجة، فكنت بعمل كده. كنت بقول لا، انا النهارده مثلا هعمل المطبخ، همسك مثلا الشفاط بياخد معايا وقت، لا انا همسك الشفاط النهارده بعد المواعين كده اعمله. همسك مثلا النهارده البوتاجاز، هنقع العيون بتاعته وهعمل كذا كذا، لا انا عايزه انضف المطبخ من جوه واشوف المخزونات اللي عندي ايه واحط غيرها. كنت بقسم الشغل كده، بس احيانا لما كنت بندمج كنت ممكن اقعد بقى للصبح في الحاجه اللي انا بعملها، لان ما كانش ورايا اي مسؤوليه بصراحه، فكنت عادي بخلص وقت ما اخلص وانام وقت ما انام. فدلوقتي ظروفي الجديده بقى مع ربنا يخلي التوأم اللي معايا، فمخليني ده ما بعملش الحاجه الا مثلا بعد عذاب. يعني التلاجة دي اتعملت على 17 مره اعمل حاجه واروح تاني، فبرضو الصراحه يعني تعبت فيها جدا. حطولي بقى لايك لو وصلتوا لحد هنا. بصوا بقى، انا مسكت التلاجة زي ما شفتوها كده، نضفت كده كل الكلوركس اللي انا رشيته كده، لما هتبقى كل التلاجة خليتها زي الفل. حطيت هنا باسكت كده وحط فيه العيش. العيش انا ده كان اخر حاجة عندي، فكنت قلت اخلصه بقى، ولما اجيب عيش جديد ابتدي ان انا ايه اقسمه واقطعه واعمله زي ما بعمله. الباسكت اللي انا حطيته الناحية التانية ده لما فيه من كل حاجة، كيس ملوخية، كيس بسلة، كيس مثلا فلفل الوان، كيس خلطة، كيس بنجر، من كل حاجة كيس، بحيث تبقى تحت ايديا، لان انا مثلا مخزنة حاجتي في الديب فريزر. لو انت بقى ما عندكيش مثلا ديب فريزر هتعملي ايه؟ البوكسات ديت كتيرة قوي في السوق، يعني كلنا عندنا منها. هتعملي مثلا ايه؟ اهم حاجة في الفريزر الاساسيات، مثلا طماطم، عيش، خضار، مثلا بانيه، فراخ، لحمة، اي حاجة من دي. هتعملي من كل حاجة من دول بوكس، وتبتدي ان انتي تحطيها. ولو انتي بتنسي او الحاجة بيتغير شكلها، ممكن تعملي ليبل كده او حاجة كده تلزقيها وعلى البوكس ده، وهتبقى معاكي سهلة جدا. وطبعا هتعملي من كل حاجة كمية بسيطة علشان الفريزر عندك ما يكونش مسحوم وتعرفي تتحركي. جيت بقى هنا تحت، بصوا التلاجة بقت قشطة كده. برص بقى في الباب الحاجات اللي انا الصوصات ده كاسترد وبقسماط ناعم. في الصيف بقى ما بيكون الجو حر قوي، برص بحط بقى العدس واللوبيا والحاجات ديت علشان بتبوظ عندي بسرعة جدا، المطبخ عندي حر. الناحية التانية دي بقى بحط مثلا جبن، بحط الحاجات بقى اللي انا بستخدمها، بركب بقى كده الارفف عندي. واحط بقى مثلا البيض، علبة الاكل بتاعت الفطار، لو مثلا عندي علاج خايفة عليه ولا حاجة بحطه. انا مش من النوع اللي بحتفظ بالادوية خالص خالص، بس دي حاجات يعني جديدة عندي، فقلت اما احطها كده في باب التلاجة، يعني عشان مش عارفة تخزينها ايه. انا اليوم ده ما عملتش غير الحاجات دي فقط، يعني الغدا، ورتبت شوية الحاجات المخزونات اللي انا قلت لكم عليها ديت، وغسلت كده التلاجة وظبطتها. وعايزه اقول لكم قعدت فيهم اليوم كله، بس طبعا عشان ظروفي زي ما قلت لكم. انتي بقى لو انتي بتعملي مثلا يعني لو انتي ظروفك تسمح ان انتي تعملي مثلا كذا حاجة مع بعض، لا اتنشطي بقى وقومي وتشجعي واعملي التلاجة وخدي معاها بقية المطبخ. لو انتي ماشية معايا من الفيديو اللي فات بنعمل جزء جزء، خدي بقى بقية المطبخ كده لو انتي عندك وقت، وكمان خدي معاه التلاجة. ولو نازلة السوق بقى اول الشهر تملي بقى تلاجتك، او تعملي بقى الحاجات المشتريات بتاعت اول الشهر كده، اعملي بقى التلاجة قبل ما تروحي. ما تسيبيش التلاجة لما تروحي وترجعي، لان المشتريات بتبهد يعني بتخلي المطبخ كده في حالة يعني مهرجان. فلا، رتبي مطبخك وتلاجتك واغسليها وظبطي الدنيا قبل ما تنزلي تجيبي مشتريات، بحيث تيجي تفضيها على طول، ما تركنيش الشنط.
جيت هنا بقى حطيت البوكسات ديت علشان احط بقى فيها الخضار. حطيت الخيار واحط البتنجان وحطيت الطماطم. انا عادة مش بسيب كل كمية الطماطم ديت في البوكس دوت، انا طبعا جايباها افرمها، بس ايه فضيتها يعني، قلت عبال ما افرمها عشان ما تبوظ في الشنطة، يعني بتبوظ عندي. فانا هعملها بقى الطماطم دي بسبكها كده وبعملها بطريقة حلوة قوي. هحط لكم بقى الفيديو في علامة الاي فوق عشان تشوفوا الطريقة اللي انا بعملها، بتبقى حلوة قوي. ان شاء الله الفيديوهات الجاية هعمل معاكم تفريزات، وهعمل معاكم شوية كده خلطات بعملها بتنفعني قوي وبتنجزني، وبصوا بسميها خلطات الانقاذ عندي. بحط بقى الليمون، انا بحتفظ بالليمون كده، بحط منديل، بحط الليمون وبحط منديل فوق ومنديل تحت، وبيفضل معايا زي الفل في علبة او في بوكس زي كده برضو، بيبقى معايا حلو قوي. النهارده عايزه اعمل مسقعه نفسي فيها قوي. وبما اني الانيميا بقى مبهدلاني، فطبعا البتنجان الاسود لازما على طول اكل منه يعني. عايزه اقول لكم مبسوطه جدا بكل الناس اللي دخلت معايا من الفيديوهات اللي فاتت، والمشتركين الجداد برحب بيهم. يا رب ان شاء الله الفيديوهات الجايه تكون عند حسن ظنكم، وتستفيدوا كده من القناه، وتبقى مرجع ليكوا كده ولو بسيط قد النمله كده يعني، في اي حاجه حابين تشوفوها. بصوا الخيار هنا بحط كده فوطه علشان الخيار ما يتبلش بسرعه، الخيار روحه قصيره. وبحط كده الليمون من تحت، بحب كلمة ليمون. وهنا بقى العلبة دي كانت أمورة قوي، كنت جايباها لسه جايباها جديدة، كنت جايباها من رنين جميلة. بصوا كده مقسمة. هو انا اكتشفت في الاخر ان هي لانش بوكس، بس هي كبيرة جدا على انها تكون لانش بوكس كبيرة. فبعد ما جبتها اكتشفت ان هي تقريبا مكتوب عليها لانش بوكس. بس حلوة قوي مقسمة كده من جوه. جنب كبير قوي كده وجنبين صغيرين، قلت اجيبها اعملها للفطار، للعلب للجبن بتاعة الفطار، لاني احيانا بعمل كذا علبة واقول لبنتي مثلا هاتي جبنة كذا، هاتي كذا، بتروح تجيب لي حاجة مختلفة. فقلت دي حلوة، احط مثلا فيها جبنة ولانشون وجبنة رومي، وتبقى امورة كده نجيبها كل يوم واحنا بنفطر. حطيت كده ايه الجبنه البيضه، بصوا انا حطيت لكم تحتها كستر عشان تشوفوا التقسيمه بتاعتها عشان الرخامه بيضه. حلوه جدا. وحطيت بقى معلقه لو مثلا هعمل ساندوتش ولا حاجه، بتبقى جميله. وجميله كمان عجبتني لو انا مثلا خارجه في مكان وعامله اكل ان شاء الله لما ولادي يبتدوا ياكلوا، اعمل لهم فيها اكل هم التلاتة مثلا، يعني بنتي الكبيره واولادي الصغيرين، حلوه تنفعهم لو احنا مثلا رايحين مصيف، رايحين في اي مكان، هتبقى حلوة قوي. حطيت بقى، كان عندي بيض حطيته كده من فوق، والتلاجة بقيت زي القمر زي ما انتوا شايفين، بقيت قشطة من جوه. تعالوا بقى نعمل طبق كده مسقعة بس امور قوي وحلو جدا. هقطع كده البتنجان. اليوم ده كان تقريبا يوم الاربع، علشان كنت صبحة بقى تاني يوم هطبخ يعني واعمل اكل وكده، او تقريبا كنت هعمل محشي. فقلت يلا نخلينا بقى يعني ايه، ناكل اي حاجة سريعة، مش عايزة بقى اعمل رز ولا مكرونة ولا اي حاجة يعني عويصة، مع ان المسقعة برضو بتاخد وقت يعني. ف قطعت كده البتنجان وحطيت كده عليه ملح عشان ما ياخدش معايا زيت، وحطيته بقى ركنته شوية. بعد كده هنا عندي بصلاية مفرومة. بصوا البصل الابيض الجديد ده معرفش، باجي اقطعه بحس انه بيطلع مني كبير كده، معرفش ليه البصلايه طلعت كبيره كده وانا بقطعها. انا بحب احط يعني بصلايه كبيره كده للمسقعه، علشان بتديها تسكيره كده فظيعه، بتبقى حلوه قوي. واحيانا كده لما الواحد بيجيب مسقعه مثلا جاهزه من المطعم كده، بيلاقي فيها قطع بصل كبيره بس بتبقى طعمها حلو. حطيت كده البصلايه اصفرت، ونزلت عليها بفص التوم كده، فصين توم مفرومين واصفروا كده معاها، وحطيت كده كيس الطماطم، والطماطم المتفرزه دي انقاذ انقاذ انقاذ، مش قادره اوصف لكم. حطيت بقى دول يتسبكوا كده زي ما انتوا شايفين، وهبتدي بقى ان انا ايه اقلي البتنجان على الناحيه التانية، بطلع البتنجان اصفيه، وبعد كده تكون دي اتسبكت اروح حاطه، وبعد كده بعديه الفلفل، وممكن لو قليت بطاطس، بس اليوم ده ما قليتش بطاطس لاني كنا لسه واكلين بطاطس يعني فما حبيتهاش. وعملت صينيه المسقعه القمر ديت، وحطيت فيها فلفل كده حامي وجرجير وعيش كده اللي هو المفقع دوت ناشف،
وده كان الفيديو بتاعي النهاردة، اتمنى يا رب يكون عجبكم وما تنسوش تشتركوا في القناة.